عليكم يا احلى فراشات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. انتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم رجعت لكم فيديو جديد اللي هو باش تنظموا وقتكم للبيام مع شهر رمضان الكريم. طبعا انا بالي بلي راكم في ضغط كبير ومع رمضان، فاليوم راح نعطيكم النقاط المهمه باش تحضروا نفسكم مليح للبيام. فقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا تحت في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي لايك وبارك. خلينا نبداو بالفيديو. طبعا انا يا العام اللي فات برك عقبت البيام والحمد لله نجحت وراني ذكرى في الثانويه وديت المعدل الحمد لله رضاني ورضى والديا. ان شاء الله انتم ثاني تنجحوا وتفرحوا والديكم باذن الله. ما تستسلموش وبذلوا كل مجهودكم والباقي على ربي. فخلونا نبداو بالفيديو. الفيديو مقسم لثلاث فقرات. الفقره الاولى راح نديركم كيفاش دوكا تستغلوا العطله السمانه هذه اللي بقات لنا من العطله، والفقرة الثانية راح نقول لكم كيفاش تقراو يعني بعد العطلة، والفقرة الثالثة واللي هي فقرة الويكند. فخلونا نبداو بالفقرة الأولى على بركة الله. الفقرة الأولى هي فقرة استغلال هذه السمانة. العطلة يعني عطاونا 2 سمانات، أكيد يعني نورمالمون يعني بلا ما نقول لكم استغليتوا السمانة هذه اللي فاتت وراح تزيد تستغلوا هذه السمانة. فراح نقول لكم الوقت المناسب باش تقراو وثاني كيفاش تنظموا وقتكم. فخلونا نبداو. اول شيء الوقت المناسب للدراسه كاين 2 اوقات. الوقت الاول واللي هو بعد السحور، الوقت الثاني واللي هو بعد الفطور. وانا انصحكم ياسر بالوقت تاع بعد السحور. علاش؟ دوكا نقول لكم بعد السحور تكون نسبه تركيز عاليه ونشاط عاليه، يعني تكونوا هذاك كليتوا وتكونوا هكاكم نطوا صليتوا قريتوا قران ومن بعد تروحوا تقراو. اول شيء انا نقول لكم نبداو بماده تاع حفظ على الاقل، يعني تترسخ المعلومات اللي موجوده في الدرس، وبعد روحوا ديروا ماده اساسيه. انا ما ننصحكمش ديروا ماده اساسيه مع ماده اساسيه، يعني ياسر كيفاش ماده اساسيه تخلط لكم ياسر معلومات. المهم ومن بعد تكملوا قرايه دوكا بعد الفطور. بعد الفطور على ما ننصحكمش بهذا الوقت يكونوا حتى هذاكم فطرتوا شويه تكونوا ثقال وهكا وتعبانين على بالي بيكم. ف ممكن تختاروا وقت تاع بعد صلاة التراويح يكون أفضل، وتقرأوا المواد اللي راكم حابينها كما قلت لكم مادة حفظ مع مادة أساسية، وهكا تكون الأيام. ما تنساوش ديروا جدول رواحكم الحد واش تقراو، 2 هكا نقرأ، 3 نقرأ كذا وكذا، يعني ما تخلوش هكا رواحكم مبعثرين كذا، لأنه لازم تراجعوا دروس الفصل الأول والثاني ما تنساوش، وراح يدخل لكم الثالث. فلازم من درك تكونوا على الأقل مهيين رواحكم بالصعوبات. المهم كما قلت لكم. ودوكا راح ننتقلوا الفقرة الثانية واللي هي فقرة ما بعد العطلة، يعني يدخل لنا الثلاث الثالث مع رمضان والدنيا فوضى. فبالعقل دوكا نقول لكم كيفاش تنظموا رواحكم. كما ما عارفين عادي بعد السحور نقراو، بصح نتوما تقصوني دوكا يا الا كيفاش نقراو دوكا بعد السحور ومن بعد نقراو على 8 ياسر مخنا يتبلوكا. بالعقل انا نقول لكم كيفاش تقراو. دوكا في العطله كنا نديروا ماده حفظ مع ماده اساسيه. دوكا راح نتخيلوا يا اما ماده حفظ يا اما ماده اساسيه. مثلا نهار الحد تخيلوا ماده حفظ، نهار الاثنين نديروا ماده اساسيه بعد يعني بعد السحور كما قلت لكم، وهكا الايام. ومن بعد تروحوا تقراو وترجعوا على 5 وتريحوا شويه، يا اما تكون يعني شويه الوقت ضيق، اما تعاونوا عائلتكم تريحوا كما تحبوا. فلازم تريحوا ياسر عليكم. بالنسبه اللي راهم يروحوا ومن بعد يروحوا يقراو ديريكت فهذا خطا كبير. اش بيكم نتوما لازم شويه تريحوا، ديروش تفرصوا على رواحكم ومن بعد يرجع لكم تعب وما تقدروش يعني تقراو مليح للبيام. فلازم شويه تريحوا جسمكم ومخكم، وباش تثبت على الاقل معلومات اللي راكم تقراوها في متوسطه. بعد ما تفطروا كما ترجعوا عادي تروحوا تقراو تريحوا شويه تصلوا التراويح ترجعوا تقراو عادي كما ما عارفين. المهم نتوما حاولوا تعرفوا كيفاش تنظموا وقتكم. انا عطيت لكم النقاط المهمه، وهذه هي الفقره الثانيه يعني سريعه بسيطه. دوك ننتقلوا للفقره الثالثه واللي هي فقره الويكند. اكيد كلها تقصوا وش هي فقره الويكند. الويكند راكم على بالكم مش هو جمعه وسبت عادي، بصح وش هي هذه الفقره؟ في هذه الفقره راح نتحدث عن الجمعه والسبت. الجمعه والسبت هما الايام الوحيده اللي ما نقراوش فيهم، فهذا اليومين لازم تستغلوهم احسن استغلال. علاش؟ دوك نقول لكم كيفاش نستغلوا الجمعه والسبت.
لازم تكون الصباح مثلا كما قلت لكم تقرأوا بعد السحور، من بعد تستغلوا الأوقات اللي بعدها من 9 ل 10 ل 10 11 11 12 بعد العصر، هذا أكل لازم تستغلوهم في الجمعة والسبت، لأنه راح يكون عندكم تبالي يعود عندكم واجبات وطبعا راح تراجعوا وتحفظوا دروس جديدة تاع الثلاث الثالث، فلازم شوية تجتهدوا في هذو اليومين الوحيدين. ويعني ما تقولوش يعني جمعة وسبت خلاص هيا نريحوا وكذا، لا، لازم تستغلوا هذا اليومين، لأنه قوانين الأيام كما قلت لكم، فلازم تستغلوا كل دقيقة من حياتكم. وبرك هكا تكون خلصت كل فقراتنا الثلاثة، والبيان مجرد امتحان بسيط أنا عقبته وعن تجربة. يعني صح اليوم الأول كان صعيب وهكا، بالصح بعد توالف الأيام الأخرى عادي، والحمد لله انتم ثاني العقوبة ليكم تنجحوا. وبارك صحة رمضانكم، أتمنى إن عجبكم الفيديو، واكتبوا لي تحت التعليقات أفكار فيديوهات أخرى بالنسبة للمقبلين على شهادة التعليم المتوسط وغيرها، وتحديات نديرها مع إيباء. كانت معكم آلاء، ومع السلامة.